مساء الفل يا شباب. مبدئيا كده حابب اعتذر لكم ان انا ما طلعتش الايام اللي فاتت عشان كنت تعبان قوي الصراحه. ف ولكن العوده وبقوه يعني. فيلا بينا يلا بينا بقى نخش على اخبار النهارده. طيب اول خبر معانا هو الخطيب عمل حاجه حلوه جدا، وهو انه خد الموافقه الامنيه من الامن طبعا اللي بينظم الاستاد بتاع القاهره وكده، اللي هيتلعب عليه ماتش الاهلي والجيش الملكي المغربي بكره ان شاء الله. ان هو ياخد الساعه الكامله لاستاد القاهره، يعني استاد القاهره بالكامل يبقى فيه جماهير اهلاويه. وهنا بقى في نقطه انا عايز اتكلم عليها عشان برضو في ناس كتير قوي اللي هو السن من اول مثلا 14 15 لغايه معاك بقى لغايه ال 40 و50. في ناس كتير دماغها خفه، ناس كتير عايزه تخش تعمل مشاكل وتقول لك انا عملت اسمه ايه، احنا اتعمل معانا مش عارف ايه في المغرب يبقى احنا كمان نعمل ونسوي. بص يا معلم، دي كوره، والاهلي لا هياكلك ولا هيشربك ولا هيزودك ولا هينقصك. دي كوره، انت رايح تتفرج تستمتع بوقتك، تشجع، تاكل لقمه نظيفه كده وانت بتتفرج، في شويه فشار شويه عصير، وتتفرج وتتبسط وتشجع الفريق. يلا يا جماعه مش عارف ايه، من غير شتيمه من غير قله ادب، حتى لعيبه الاهلي من غير شتيمه ومن غير قله ادب، والدنيا تبقى حلوه وجميله، انت فاهم، وما يبقاش فيها مشاكل وقرف، والماتش يعدي على خير من غير ايه نقص. تمام. فبعد اذن الناس لو سمحتوا، اللي ناوي بكره يروح يشجع بلاش قله ادب، بلاش رمي حاجات، بلاش ليزر، بلاش قله قيمه. وكده كده الامن بتاع الاستاد ما بيدخلش بحاجه، ده بيقول لك غطيان. انا عمري في حياتي تقريبا ما رحت اشجع، عمري في حياتي ما رحت شجعت ماتش في استاد، يعني عمري في حياتي. ما بحبش الزحمه والكتمه والخنقه والحاجات دي، بتخنق. ف بيقول لك حتى غطيان الازاز، بس عندي في ناس اعرفها يعني بتقول لك حتى الغطيان بتاع الازاز ما بيدخلوش بيها، بتوع الميه بياخد منك غطا الازازه وانت بقى تغطيها بمنديل كده ولا حاجه وانت داخل بيها. فدي حاجه كويسه. اتمنى من الامن اللي مسؤول عن الاستاد بكره، لان برضه احنا هنقول كتير وفي ناس دماغها زنخ، فبعد اذن كل الامن اللي هيبقى بكره في الاستاد يامن بشكل مضاعف. لو مثلا لو اللي هيامن 100 واحد الاستاد يامنوه مليون. الاستاد لازم يتامن بشكل كويس جدا، الجيش الملكي المغربي لازم يتامن بشكل كويس جدا. وكده كده انا واثق في الامن عندنا ان الدنيا هتبقى تمام. يعني اهم حاجه ان اللي داخل جوه الاستاد ذات نفسه يتفتشوا كويس. وكده كده انا واثق في ان الاهلي وجماهيره، انا واثق ان جماهير الاهلي كمخ هي افضل من كده، وان شاء الله يبقوا كويسين وما يعملوش اي مشاكل ولا قله ادب. نروح نشجع، ودي صوره مصر وصوره الاهلي وصورتنا احنا كمصريين بقى. يعني صورتنا احنا، صوره الدوله بشكل عام، صورتنا احنا كمصريين. هم عملوا قله ادب دي ترجع لهم، اصلهم هو ربايتهم كده، ملناش دعوه بيها. المهم احنا نبقى كويسين. انا اديت للموضوع ده مساحه كبيره قوي، ولكن كان لازم انوه علشان احنا طول عمرنا بلد امن وامان، والناس كلها بتتبسط بينا، وكلنا زي ما قلت قبل كده في الفيديوهات بتاعت منتخب المغرب، المشاكل اللي حصلت هناك في افريقيا، احنا بلد من رئيس جمهوريتها لاقل طفل فيها صغير بيتربى كويس جدا، وبيطلع نشء كويس جدا ومحترم جدا، ولسانه حلو. كلنا لساننا حلو كويسين، وكلنا يعني ناس كويسه. فبعد اذن الناس تحترم نفسها بكره. طيب ده بالنسبه للموضوع ده. نتكلم بقى على كوكا راح لتروب. كنت هقول كولر، ولا يوم من ايام كولر يا تروب، ولا بص انا باصص له اهو، ولا يوم من ايام كولر يا تروب. كولر اللي مشوه بازاز الميه ولا يوم من ايامه يا جدع انت. ما علينا. كوكا راح لياس تروب وقال له بص انا مش لاعب باك شمال تاني، خلاص كده باك شمال انا مش لاعب. ليه يا عم الحاج مش عايز باك شمال؟ ليه مش عايز تلعب باك شمال؟ قال لك خلاص انا عمال اتشتم وانتقادات وحاجات، فيعني انا خلاص مش عايز الكلام ده تاني. طب انت عايز ايه؟ انا عايز ارجع مركزي تاني نص ملعب. تروب وافق دلوقتي، قال له انا مش هديك وعد طول الموسم، بس حاليا في الفتره الحاليه ماشي. ليه؟ لو جينا حسبناها بالعقل فياس تروب فعلا عنده حق انه يوافق على طلب كوكا، مش علشان كوكا، كده كده كوكا ما بيأديش كويس لا في الباك ولا في نص الملعب، بس علشان انت عندك في الباك الشمال عندك وفره عدديه كبيره جدا.
انت عندك دلوقتي يوسف بالعمري الصفقه الجديده، عندك محمد شكري، وعندك كريم فؤاد بيعرف يلعب على الجناح، على الباك الشمال وعلى الباك اليمين. فانت عندك ثلاث لعيبه يقدروا يلعبوا في المركز ده، فانت مش محتاجه في اي حاجه. لا طيب نيجي لنص الملعب، انت عندك في نص الملعب ازمه، 2 ارتكاز ما عندكش غيرهم، ديانج ومروان عطيه، والاثنين بيبداوا. والرقم 10 عندك ما فيش غير 2 لعيبه، امام عاشور ومحمد علي بن رمضان. دول كده كده محمد علي بن رمضان كده كده دول اللي بيدوروا يعني في المركز ده، وزيزو بيعرف يلعب المركز ده، وتريزيجيه بيعرف يلعب المركز ده. فما عندكش غير كوكا هو اللي يبدل مع ديانج ومروان بس كده. فهو فعلا من الافضل ان هو يلعب كمركز 6، وانا مع ان تروب يوافق على طلبه عادي جدا، لان ده اللي المفروض يحصل يعني. طيب ده بالنسبه للخبر ده. ما انا بحاول اجري لكم الاخبار بسرعه عشان ايه ما زهقش الناس، وعشان ايه انا بحب الموضوع يبقى في السريع يعني، ما نقعدش نعرف حاجات مالهاش لازمه. طيب بن شرقي وبالعمري. بن شرقي بعد ماتش الاسماعيلي، طبعا الراجل لعب 21 دقيقه بس، اللي هو يوسف بالعمري في ماتش الاسماعيلي، بعد ما خرج شكري تقريبا كان في الدقيقه 69 نزل بالعمري. طيب في ناس بعد الماتش قعدت تقول لك ده بطيء وبرده مش احسن حاجه، وحاسين برده بفراغ معلول والكلام ده كله. بص يا معلم، عشان نبقى واضحين وعشان ما تظلمش الراجل، ما تقارنش علي معلول باي حد هيجي تاني في الاهلي. ما تقارنش، لسبب غير ان علي معلول فنيا كان قوي جدا، سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. الراجل كان اهلاوي قوي، اهلاوي جدا، وجاله عروض من كل الانديه اللي تخيلها ولا ما تخيلهاش، وكان بيفضل دايما انه يفضل في الاهلي. كان بياخد فلوس، بس كان هياخد اضعافهم 4-5 اضعاف لو كان مشي، بس كان دايما بيختار يقعد في الاهلي. فلو كان علي معلول بيقدم مجهود مثلا 100%، ده الطبيعي بتاعه، فكان علشان هو بيحب الاهلي وهو اهلاوي قوي، كان بيعمل مجهود حوالي 200 و250% في ماتشات كتير. يا راجل ده البلاس 90 كان باسمه. تمام ماشي. مع عماد متعب برضو كان بيجيب اجوان في التسعين مش عارف ايه، بس انا بتكلم على ان علي معلول كان دايما بيجي له الاكسبلوسيف باور دي، اللي هي الانفجار ده بقى، اللي هو من اول ما يشم الدقيقه جت 75 ولا الدقيقه 80 تلاقيه فرق وعرضياته من كل حته، ويعدي اي لاعب ومش عارف ايه، عشان يحاول ان الاهلي لو الاهلي مثلا متعادل او خسران انه يخليه يجيب جون والتاني والتالت. فما تقارنش اي باك شمال هيلعب عندك بعلي معلول خالص. فده اللي خلى الناس توجه الكلام ده لعلي معلول بالعمري. فبعد الماتش نزل اشرف بن شرقي صوره كده ستوري على حسابه على الانستجرام، وفي يوسف صوره يوسف بالعمري، وحاطط عليها قلب. فيعني ايه اللي هو بيقول انا بدعمه وده ابن بلدي والكلام ده كله. بص كده كده متعودين على ان بن شرقي انسان محترم جدا من ايام ما كان في الزمالك، وكلنا كهلاويه كنا بنحبه من ايام ما كان في الزمالك. هو لا بتاع نكش ولا بتاع قله ادب، وانا بحب النوعيه دي من اللعيبه. حلو ان انت تكون لعيب جماعي وكويس جدا، وتكون فرديا وفنيا واخلاقيا عالي قوي كمان. ده البروفايل بتاع بن شرقي. عشان كده انا بالنسبه لي بن شرقي لو خد فرصه دايما اساسي، بن شرقي ده انت هتشوف في حته ثانيه خالص، اداء وطريقه لعب وكل حاجه. ما اداش معاك كويس طلعه، لكن لازم بن شرقي هو اللي يبدا دايما اساسي معاك، مش تريزيجيه بقى حاول توظفه في اي مركز تاني، لكن الوينج الشمال هي بتاعت بن شرقي. فيعني بن شرقي بني ادم كويس جدا، وبالعمري بان عليه انسان خلوق جدا، فما بيعترضش ما بيتكلمش في حاجه. فاتمنى للاثنين التوفيق الصراحه، لان انا يعني بحترم المغاربه بعيدا عن اللي حصل ده اللي فات. يعني انا بحب المغاربه جدا، وعندي اصحاب مغاربه زي ما قلت كتير جدا، ويا ريت لعيبه المغاربه تكتر اصلا في الدوري المصري. طيب ده بالنسبه لده. نيجي بقى لموضوع كمويش بعد ماتش الاسماعيلي اتسف عليه، بس اليومين اللي فاتوا دول سف عليه، بس من اول ماتش نزل بديل اتسف عليه بس. وكمان كان في محلل الاداء مش فاكر كان اسمه ايه بتاع الاهلي، اللي طلع مع ابراهيم فايق امبارح، وقال لك ان انا اتكلمت مع كمويش، وكمويش قال لك انا دوبك لعبت 45 دقيقه بس مع النادي بتاعي، وجاي من فتره راحه، ومع الاهلي يا دوبك نزلت بديل في 3 ماتشات، ما لحقتش اعمل اي حاجه. فمع الوقت لما اخد على، ولسه بحاول اتاقلم مع اللعيبه، فمع الوقت هبقى كويس. فيستروب قعد مع الراجل وقال له انا واثق فيك، انا عارف الانتقادات الكتير اللي بتتوجه لك، وعارف المشاكل الكتير اللي انت بتواجهها،
بس انا واثق فيك وعارف انك هتعمل حاجه كويسه، وعارف انك هتقدم شغل كويس جدا، وهتاخد وقت الايام اللي جايه، وهحاول اعتمد عليك بشكل اساسي في الماتشات اللي جايه. طيب هل ده هيحصل على ارض الواقع؟ اتمنى ان ده يحصل لسبب مهم جدا. انت بتفضل مروان عثمان ليه؟ ليه؟ عشان بيجري كتير يعني؟ هي مش بتجري. هتقول لي طب ما على الاقل الراجل يعني على الاقل بيعمل حاجه، لكن ده بيعملش حاجه. ما هو انت مش هتعرف ده هيعمل ولا مش هيعمل الا لما تلعبه. انت فاهم ازاي؟ انت لازم تلعبه كتير قوي قوي يا جدعان قوي. الا بقى لو في حاجه تانية، ان الاهلي خايف ان الراجل ده يجيب 10 تجوان، فبالتالي هيتفعل بند الشراء تلقائي، والاهلي يضطر يدفع للنادي النرويجي دوت $1,100,000. ده لو انت ما كنتش تعرف ان الشرط ده موجود في العقد، يعني ان الراجل ده متجاب $400,000 اعاره 6 شهور، ولو الراجل ده في الفتره بتاعت الاعاره بتاعته نجح انه يسجل مع الاهلي 10 تجوان، الاهلي هيبقى مضطر انه يدفع، بند الشراء هيتفعل تلقائي، والاهلي هيضطر يدفع للنادي بتاعه اللي هو كان جاي منه ده $1,100,000. فده لو ما كنتش تعرف يعني. فانا مش عارف بقى، مش عارف الفكره ماشيه ازاي والموضوع ماشي ازاي، وما اعتقدش يعني ما اعتقدش خالص ان الاهلي مش عايزه ينجح، لان الاهلي خلاص تعب من كتر التدوير على لعيبه على قد الايد يقدر يجيبها، فما صدق لا لاعب يقدر يجيبه بالشروط اللي هو عايزها. فعلى ما اعتقد ان اداره الاهلي نفسها ان كمويش ينجح، فاهمني؟ وده يمكن اللي مضايق الخطيب، انه عايز كمويش ينجح، عشان كده كل شويه يبعتوا لي ستروب الراجل يبدا اساسي، الراجل يبدا اساسي. مروان عثمان مش هنختلف عليه، عوزناه هنجيبه عادي، لكن كمويش ده هياخد مكان اجنبي وبيبقى $100، فما ينفعش الراجل ده ما يلعبش، ما ينفعش الراجل ده ما ينجحش. فالراجل هيديله وقت اكتر. واتمنى من جماهير الاهلي انها تهدى شويه على اللاعب، لان انا هقول لك حاجه، انت انتقدته دلوقتي لغايه ما وقعته نفسيته خالص، لدرجه ان اللاعب قال لك مثلا مش عايز العب تاني في النادي ده، خلاص انا عايز امشي. هتستفيد حاجه؟ لا، مش هتستفيد اي حاجه، لان انت مش هتعرف تجيب غيره. السوق الانتقالات قفل وكل حاجه اتقفلت، فانت قاعد معاه وشه في وشك لغايه بعد كاس العالم ما يخلص، او لغايه ما البطولات كلها تخلص، اللي هو لغايه شهر 6 مثلا لما كاس العالم يبدا. فانت وشه في وشك خلاص، هتعمل ايه؟ ما عندكش حل تاني، ما عندكش غير ان انت تصبر عليه وتدعمه لغايه اخر الموسم. يمكن الراجل يقدر يجيب الفورمه اللي جابها في الفرق اللي قبل منه. واتمنى انه يطلع كلام الناس اللي كانت بتتكلم صح، ان هو بعد 5 ماتشات ولا حاجه ولا 6 ماتشات يبدا يتاقلم اكتر. عارف ان الاهلي ما ينفعش يدي الفرصه دي كلها عشان اللاعب يتاقلم، ولكن انت عندك ازمه قويه جدا، وهي ان الوينجات اللي عندك مش هدافين. يعني ما عندكش وينجات اللي هتجيب واحد 11 جون والتاني 15 جون، فتلاقي مجمع الوينجين عاملين لك بتاع 25 30 جون في الموسم. انت ما عندكش دي. يعني انت لو ما عندكش راس حربه بيجيب اجوان انت هتحتاس. السنه اللي فاتت مين هداف فرقتك؟ امام عاشور اللي هو نص ملعب. لو تفتكر في اخر الدوري لما حسين الشحات كعبها قدام الجون ما رضاش يسجلها هو، عشان امام عاشور يجيب الجون اللي يضمنه اللي هو يبقى هداف الدوري. فانت عندك ازمه في الموضوع ده، انت لا عندك وينجات بتهدف ولا اي حاجه. انت جايب زيزو عشان يعمل لك عرضيه يا راجل، انت بتهزر. فانت محتاج ان يكون المهاجم اللي عندك الاساسي يكون بيهدف. هتعمل ايه؟ هتقعد تنزل مروان عثمان اللي هو اصلا ما بيهدفش، مهاجم مش هداف، مهاجم بيصنع لعب. يعني هو الافضل ليه انه يلعب تحت مهاجم مش مهاجم صريح، او لو انت هتلعبه مهاجم صريح يكون الوينجات بتاعتك بتجيب جوان كتير. فانت بالتالي انت خسرت مركز في قدام، خسرت عدد اهداف ياما. ما عندوش حس تهديفي عالي، فبالتالي ما يعرفش يعني ايه انصاف الفرص، يسجل من انصاف الفرص والكلام ده. هو يعرف ان لما تجيله كوره هو في وش الجون عنده فرصه يسدد بيسدد، لكن ان هو يقطع على كوره جايه له مثلا من حته مش عارف ازاي، الكوره دي بعد خطوتين 3 لازم يبقى في مكان معين عشان يلاقي الكوره دي تجيله، فيبقى هو متوقع ان الكوره هتيجي في الحته الفلانيه فالشوط هيجيبها جول. وحسبه بيرنا والفيزياء والكيمياء دي كلها دي اللي بيعملها مهاجم صريح، لان دي شغلته، دماغه عدلة دماغه شغاله على كده. لكن فكره ان انت طالب من رقم 10 او شادو سترايكر اللي هو مهاجم تاني
يكون وظيفته مهاجم اول صريح، ده طبعا ده ضرب من الخيال يعني. هيجيب لك مره جون 2 بس هيضيع قدامه كذا كوره، وكذا كوره ممكن كان يتعمل منها خطوره مش هيعرف. هو اخره يسلمك يعني، تسلمه يسلمك وخلاص على كده. لكن فكره ان انت تستنى منه ان بعد ما تسلمه يسلمك، يستناك في حته معينه عشان انت تلعب اوفرلاب للاعب، فاللاعب ده يسند للمهاجم، فالمهاجم يسند للوينج، فالوينج يكون راميها قاطع لجوه وراميها، وهو يكون مقابل الكره يجيبها جون، دي مش بتاعته. مش هيقدر مروان عثمان يعمل الكيمياء دي كلها. ممكن كمان 5-6 سنين لما يقعد يلعب كتير جدا يتعود على الكلام ده. لكن غير كده انت محتاج مهاجم زي كامويش ده، راجل عنده 26 سنه جاي من اوروبا. فاتمنى ان هم يدوا له فرصه اكتر من كده، لان انت محتاج تديله، انت محتاج مش بقى هو اللي محتاج، انت اللي محتاج تديله فرصه اكتر من كده. بس في خبر تاني معانا امام عاشور. في خبر تاني بعد ده؟ لا، هو امام عاشور اخر حوار يعني. طيب الراجل ده خد صدمه وحشه جدا، ان اللي ما يعرفش ان العقوبه بتاعت امام عاشور كان اخرها ماتش الاسماعيلي اللي فات، فالاهلي كسبوا 2-0، وان الطبيعي ان الراجل ده جاهز لماتش الجيش الملكي اللي هو بتاع بكره. فكان خلاص الراجل بيتدرب ومتحمس قوي، وقال لك بس انا هلعب وخلاص. اتفاجئ ان سمع ان الجهاز الفني بقياده يستروب بيناوي انه ما ينزلوش اصلا خالص، وكان بيفكر انه ما يدروش حتى دقايق في الماتش، ولا حتى 5-6 دقايق، الا بقى لو هو محتاجه بقى خسران بتاع يضطر بقى ينزله. غير كده مش عايز ينزله بكره خالص لسببين. السبب الاول هو خايف من جماهير الاهلي، خايف من ردة فعل جماهير الاهلي اول ما الراجل ده ينزل الملعب، ويفضلوا ينسوا بقى الماتش، ويفضلوا يزوموا عليه بقى ويزعقوا ويشتموا فيه والكلام ده كله، ويعملوا الهتافات بقى بتاعت الاهلي وكده، غور وارحل والحاجات دي. فهو خايف بقى ان الحاجات دي هتاثر على نفسيه اللاعب، فيأثر على اداؤه في الملعب، فيبقى خسر مركز حيوي جدا في نص الملعب. في المقابل محمد علي بن رمضان الراجل رجليه في الملعب وخلاص خد على واخيرا بدأ شويه يستعيد لغايه دلوقتي 20% اهو من مستواه، واحده بدأ يسجل، بدأ يعمل شبه ما سجل في الاسماعيلي كده، وبدأ الدنيا تشتغل شويه معاها. فبدأ فمش عايز يخسر برضه فورمة بن رمضان. فهو هنا عنده مشكله كبيره ومش عارف يحلها ازاي. فده اللي مخلي دلوقتي يستروب فكره انه يلعبه مش جايه معاه خالص، مش جايه فكره انه يلعب امام عاشور خالص. الحاجه التانية بالنسبه له انه ما عندوش استعداد يخسر الماتش، لانك لو خسرت الماتش هتتصدر تاني. ده معناه انك تروح بقى تلعب فرقه من اللي هي ايه اول بقى، بيراميدز بقى مش عارف ايه، نشوف بقى الفرقه التانية المتصدره. انا مش متابع الصراحه. فانت عندك مشكله كبيره جدا، فانت محتاج تبقى اول عشان تروح بقى تلعب اي فرقه من التواني. فهو محتاج يا يتعادل يا يكسب، عشان كده مش عايز اي بلبله ولا مشاكل في الماتش، وعايز الماتش يمشي طبيعي خالص عشان ياخد نقطه او 3 نقط ويمشي. بالنسبه له الاثنين واحد، نقطه زي 3. في الحالتين هبقى اول، وفي الحالتين هبقى متصدر، واقدر العب الثاني وانا مرتاح، ويبقى الماتش اللي جاي بالنسبه لي سهل شويه. فهل انا بقى وجهه نظري الموضوع ده يعني، انا اسف يا امو، انا بحبك، بس بعيدا عن اللي حصل في موضوع الاهلي ده، وهل هو اكيد غلطان طبعا. كان المفروض حتى لو هو كان تعبان كان المفروض يمشي يعني يسلك المسلك الاداري، فاهمني؟ ولكن خلينا نتكلم بالعقل. لا، هو المفروض بالرمضان اللي يبدا فعلا، ولما يتعب خالص تطلعه وتنزل امام، اللي هو مثلا اخر 10 دقايق، اخر ربع ساعه، بعد الشر خسران في الماتش، فتسحب يا ديانج يا مروان عطيه وتلعب وتنزل ساعتها امام عاشور جنب بن رمضان، فيبقى في عندك كثافه هجوميه اعلى. ده بالنسبه لي ده الصح، ده اللي المفروض يحصل. لكن فكره، وبيني وبينك انت عايز رايي، الطبيعي ان الاهلي يبدا ازاي؟ اقول لك الطبيعي 4 دفاع عادي، باكين و2 سنتر باكات عادي، قدامهم ارتكاز وحيد بس، مروان عطيه. قدامهم 2 على الدايره، 2 على الدايره بيزيدوا هجوميا وبيدافعوا، امام عاشور ومحمد علي بن رمضان. ده اللي المفروض الاهلي يبقى شكله زي زمان، قفشه والسوليه وراهم كان هو اللي ديانج هو بس اللي بيلعب ارتكاز، وال3 اللي عندك قدام راس حربه و2 ونجات. لكن نظام 2 ارتكاز والعقم ده
ده موجود مع ياستروب، بس ان الراجل ده كرويا واقع زي ما قلت قبل كده، ورايي فيه عمره ما هيتغير، وانا اتكلمت عليه قبل كده كتير، والناس قعدت تقول لك ده هي ده مش عارف ايه، كله بقى بيردد الكلام اللي انا قلته، مش عشان انا جامد ولا انا جامد، يعني انا راجل فهمان برضه. لا بس خلينا نتكلم بصراحه، انا رايي بعيدا بقى عن الناس اتكلمت زي، يعني اكيد انا رايي ده مش لوحدي، انا مش فلوطه زمان يعني، فاهم؟ اكيد او فلوطه زمان يعني. لا يعني اكيد في ناس تانية برضو رايها من رايي، انا بتكلم على الناس اللي كانت رايها حاجه، فاهمني انت ازاي؟ خد لي بالك انت ازاي، بوم بوم بوم، فاهم؟ ودلوقتي مع الموجه بقى لما لقوا ان الراجل ده خلاص ما ينفعش يتدار عليه، وان هو فعلا كرويا واقع، بقوا ايه ده فجاه ده الراجل واقع، فاهم؟ يعني الراجل ما فنيا ما فيش وكده يعني، وبيبقى عايز يهمن دفاعيا، لان هجوميا ما بيعرفش يهاجم خالص، ولا يعرف يعني ايه جمل تكتيكيه، ولا يعرف يعني ايه تيكي تاكا، ولا يعرف يعني ايه باصي، ولا مثلثات ولا مربعات ولا مسدسات ولا معينات. الراجل على الابيض خالص، دافع وهجمات زي ما انتوا، اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. عشان كده الفريق وقع بعد ما امام اللعيب الكرييتيف اللي في نص الملعب بتاعك طلع. عرفت ليه الاهلي وقع؟ عشان انت ما عندكش مدرب. مختصر الكلام يعني. بس كده، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى كل حاجه عجبتكم، اتمنى تكون الحلقه خفيفه لذيذه ظريفه كده، وهرجع اعيد تاني، احنا كمصريين ناس محترمه، ناس محترمه، وعمر ما كان عندنا مصري واحد من ال 120 مليون شامل كل الناس اللي على كوكب الارض، حتى اللي بره مصر، يعني 120 مليون في الدوله، بره مصر كل المصريين في اي حته في الدنيا معروفين بتربيتهم، بادبهم، باخلاقهم، بخفه دمهم، باصلهم، برجولتهم، بعدم اذيتهم. فبعد اذن الناس، لو سمحتوا بلاش قله ادب، نروح الاستاد نشجع عادي خالص، ونروح بيتنا مبسوطين، والاهلي ان شاء الله يكسب، ونبقى كلنا مبسوطين وفرحانين وكله تمام وزي الفل، لو سمحتوا. والناس تروح من عندنا هنا وهم وشهم في الارض من اللي عملوه هناك، ويحكوا ويضحكوا قد ايه احنا كده استقبلناهم بالورد والياسمين والفل، ويحكوا ويضحكوا قد ايه الشعب ده فعلا شعب اصيل ومحترم. فساعتها انت من كتر ما انت محترم، بعد كده يوم ما هيشوفوك في اي حته هيشيلوك على الراس، لانك فعلا طلعت انسان، لانك فعلا محترم، ما طلعش كلام وخلاص ولا شعارات، طلع انك فعلا شخص محترم. ولغايه النهارده ولغايه دلوقتي طبعا، يعني لغايه النهارده عمرك ما تلاقي اي دوله في العالم كله ما بتحبش مصر وما بتحبش شعبها، من كتر ما احنا فعلا ناس كويسين. بس كده كانت حلقه النهارده، واشوفكم على خير يعني بكره ان شاء الله بعد الماتش، واحنا كده بنحتفل بالمكسب، والسلام عليكم.